في مدرسة لغات في 6 أكتوبر في صباح يوم 16/3/2025 الموافق 16 من رمضان. كان يوم دراسة عادي في المدرسة. في بنت اسمها سارة عندها 15 سنة في أولى ثانوي، كانت في المدرسة ودخلت الحمام عادي جدا، وما كانتش تعرف إن في 4 بنات من أصحابها بيراقبوها، وهم ريان وجنى ومريم وحلا. أول ما سارة دخلت الحمام دخلوا ال4 بنات وراها، وقعدوا يبصوا لسارة بصة غريبة، زي ما يكونوا كده بيحضروا الحاجة متخطط ليها من زمان. سارة حاولت تتحرك وتفلت منهم لما شافتهم بيبصوا لها كده. سارة كانت خايفة. ريان بصت لسارة وقالت لها: بصي، لو انت مش عارفة ازاي تبعدي عنه، احنا هنعلمك ازاي. انا قلتلك تبعدي عنه وملكيش دعوة بيه، ده يخصني. طبعا من الواضح ان الخناقة دي على ولد. الواد ده في الجامعة، يعني مش معاهم اصلا في المدرسة. الولد الدنجوان ده قاعد ومستقنيس في بيتهم نايم، والبنات بتقطع بعض عليه في الحمام. المهم نرجع لمشهد ريان وسارة في الحمام. وقبل ما تلحق سارة تفهم اللي بيحصل، لمحت حاجة فضية في ايد ريان، شفرة حلاقة اللي هي بتستخدم في إزالة الشعر. راحت ريان في ثانية إلا ثانية ضربت سارة في وشها بالموس، عملت لها جرح قطعي 10 سنتي في وشها، واللي اتخيط بعد كده ل10 غرز. طبعا دي عاهة مستديمة هتفضل في وش البنت إلى الأبد. طبعا سارة ما كانتش حاسة بالجرح ده وهي شايفة الدم مغرق وشها. البنات ال4 لما شافوا المنظر ده اتخضوا وجريوا. بعد ما إدارة المدرسة عرفت بالقصة اللي حصلت في الحمام، ما أخدوش أي قرار ضد البنات اللي اعتدوا على سارة، لا فصل ولا حتى استدعاء ولي أمر. طبعا سارة راحت على المستشفى، ومامتها عملت بلاغ في الشرطة واتهمت ال4 بنات بالتعدي على بنتها، وبالأخص ريان وجنى، لأنهم ضربوا سارة وهم اللي عملوا لها الجرح القطعي اللي في وشها. طبعا لما الأمر وصل للإدارة التعليمية ووزارة التربية والتعليم، فصلوا البنتين جنى وريان، وتم إحالة المدرسة والمديرة للتحقيق. وجاري التحقيق بقى مع مديرة المدرسة والعمال وتفريغ الكاميرات عشان يعرفوا التفاصيل. ده اللي حصل وده اللي سمعناه. تعالى بقى واحدة واحدة نحلل الواقعة دي. بالنسبة للمدرسة، اللي هيقول فين المدرسة والمدرسين والمشرفين، وازاي ريان البنت دي تخش بشفرة حلاقة المدرسة؟ اقول لك اهدى على نفسك شوية. اولا المدرسة مش هتفتش كل بنت داخلة المدرسة ليوم دراسي عادي. التفتيش ده له وقته ومكانه وبأجهزة معينة، وبيكون وقت امتحانات الثانوية العامة. بجانب ان الواقعة دي حصلت في الحمام، يعني بعيدة عن إدارة المدرسة والمشرفين وكاميرات المراقبة لو في كاميرات في المدرسة. مش زي واقعة كارما اللي حصلت في الحوش قدام مرأى ومسمع من الجميع مدرسين وطلبة. اللي أنا هاخده بس على المدرسة حاجة واحدة. أنا كإدارة مدرسة ومشرفين ما حضرتش الواقع، لكن عرفت باللي حصل واللي عملوه البنات مع سارة. ساعتها كان لازم رد فعل سريع بفصل البنات اللي ضربوا سارة، أو على الأقل عمل استدعاء ولي أمر. مش اليوم يعدي عادي وكأن مفيش حاجة حصلت. نيجي بقى لخناقة البنات دي على الولد. سن المراهقة. سن المراهقة يا عزيزي وما أدراك بسن المراهقة. تعلق البنت بولد قدها أو أكبر منها، أو حتى تعلقها بمدرسها، وارد جدا وبيحصل وهيحصل، ودي ظاهرة طبيعية لكن مش صحية، لأنهم مش في سن جواز ولا حتى ارتباط. وزي ما شفنا نتج عنها خناقة دموية. ومين عالم الحب الغير ناضج ده ممكن يؤدي لدواهي تانية كتيرة، زي مثلا علاقات خارج إطار الزواج تؤدي لفقد عذرية أو حتى حمل، أو ابتزاز بالتصوير. وكل ده في النهاية هيسبب يا قتل يا انتحار، ناهيك بقى عن الفضايح. ربنا ستر والموضوع اتلم ب10 غرز وفصل بنتين من المدرسة وبس. ودي من أبسط أهوال حب المراهقة. السن ده كله عاطفة وميل للجنس الآخر، مع عدم وجود عقل ناضج أو حتى عدم وجود عقل من الأساس. المراهقة حيث قمة العاطفة مع قاع العقل. دي خطورة المراهقة.
سن المراهقة طبيعي بس خطر، ولازم نتعامل معاه باهتمام وجدية وحذر، بالذات مع البنات. البيت هو العامل الرئيسي والأساسي للتربية. بنتك أو بنتي هتمر بالفترة دي غصب عني وعنك لا محالة، ودي فترة صعبة وصعبة قوي. والكل ولي أمر، أرجوك يا شيخ أرجوك تحلى بالحد الأدنى من الذكاء، وافهم إن أولادك بني آدمين وبالتالي مليانين عواطف، عشان في عالم كده بتتفاجئ إن أولادها بني آدمين طبيعيين وبيحبوا. ومش كفاية إنك تتفرغ بالحديث والنصيحة والحاجات الحلوة دي. ياما آباء وأمهات ما فرقوش عيالهم بالتعليمات والتوجيهات والمواعظ، لكن ده مش كفاية. أهم حاجة تقدر شعورهم ومشاعرهم. فيها إيه لما يكون عندك الطيبة واللين والعطف والذكاء الكافي اللي يخلي بنتك العيلة تتجرأ وتحكي لك إنها بتحب واحد؟ لو ده حصل، أول حاجة لازم تعملها عظم من شعورها وحييها عليه، مش تحسسها إنه شعور قاسم وخطيئة تستحق الرجم، أو حتى مش تستهتر وتستهيف شعورها وتقول لها البق الحمضاني اللي كلنا عارفينه أنت لسه عيلة. لو أنت احترمت شعورها يبقى أنت كده في نظرها بتتعامل معاها ومع أحاسيسها بجدية وبتقدرها. هي تلقائي طالما قدرتها هتبقى طوع أمرك، وزي ما أنت اشتريت منها هي هتشتري منك، وهتسمع كلامك العقلاني كويس قوي. مش شرط السيناريو يبقى بالصورة دي، لكن خلينا ألخص لك الموقف في 3 نقط. 1، خليهم بشكل أو بآخر يتجرأوا ويصرحوك بكل اللي جواهم، ما تخليهمش يترعبوا ويخبوا ويخافوا، وده مش بيحصل في يوم وليلة، لكن دي صداقة على مستوى زمن كبير من ما هم أطفال. 2، اهتم بشعور أبنائك الحلوين وقدروا وعظموا، وحسسهم إن شعورهم ده شيء كبير وهو فعلا كده، انت مش بتضحك عليهم. 3، ما تفرقهمش أبدا، مشغول وبتكافح، استحمل اللي هيحصل، واللي هيحصل أصعب، وما عنديش وصفة ليك أو ليا بحيث تعرف توفق بين كفاحك في الحياة وتربية ولادك. ماليش فيه، اتصرف، وقد أعذر من أنظر. اوزنها بعقلك قبل ما تخطيها برجلك، اوزنها بعقلك قبل ما تخطيها برجلك. لو بتشوفنا من على الفيسبوك اعمل لنا لايك وشير، ولو بتتابعني من على اليوتيوب فعل زر الجرس واشترك في القناة. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.